السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. عمر الفراخ 21 يوم. قلت نصور معاكم زي ما انتوا شايفين. احنا دلوقتي حبايبي بالليل مش بالنهار. هنا كان قدامهم مية بالكركديه، هي خلاص كده فاضل بس قعر السقاية كده زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى مخلصين الاكل. تعالوا نعمل مع بعض البهارات اللي انا بحطها لهم. بسم الله ما شاء الله يا حبايبي، الاوزان ما شاء الله جميله جدا. امشي كده معايا كده الخطوات كده زي ما هقول لكم كده للاخر، ومش هتندمي. الفراخ هتوصل معاكي الاوزان 4 كيلو كمان. بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا بقى شوفوا البهارات اللي انا بحطها للفراخ. انتوا عارفين يا حبايبي الفراخ ما بنحطلهاش ادويه خالص. من عمر 1 ل6 ايام التحصينة بس، مش اكتر من كده. ولما بنغير العلب بنحط لهم مضاد السموم. عايزة اقول لكم الاعشاب دي بتفرق جدا جدا في الفراخ البيضاء، وبتديكي وزن فوق مما تتوقعي. يعني مثلا يا بنات احنا بالنهار كده حطينا كركريه، بالليل حط فيتامين سي حلو عشان خاطر رجل الفراخ كمان. اهم حاجة كل يوم حطي 8 ساعات مضاد السموم. مضاد السموم عشان خاطر العلف كله بنات سموم. واغلي بقى مثلا معلقتين حلبة في كوباية مية كده كبيرة، اغليهم مع بعض كويس. واهم حاجة تكوني كده مغطية الحلبة بتاعتك، وتنزلي العرق اللي بيبقى في الغطا من فوق، نزليه كده في الكوباية بتاعتك وحطيه للفراخ. الحلبة مع العسل الاسود جميلة جدا. برتقانايه تضربيها في الخلاط. اقل حاجة تعمليها نعناع اخضر وليمون. يعني انت كده ظبطي نفسك كل 8 ساعات حطي لهم كده مشروب مختلف. يعني ما تحطيش كل مرة هو المشروب، لا. يعني 8 ساعات مثلا كركديه، 8 ساعات مضاد سموم، 8 ساعات حلبة، 8 ساعات نعناع اخضر بالليمون. الليمون والعسل الاسود، الليمون مع العسل الاسود حلو جدا جدا ومفيد يا بنات للفراخ. جربي كده طريقتي في تربية الفراخ البيض. عايزة اقول لكم والله المرة اللي فاتت كان معايا اوزان 4 كيلو كمان على 42 يوم و40 يوم. يعني 40 يوم كان معايا 3.5، وكان معايا 4 كيلو كمان. اقل حاجة عندي كانت 3 كيلو الا ربع. وان شاء الله باذن الله الدورة دي كمان هوريها لكم كده قبل ما اذبح باذن الله. وزي ما انتوا شايفين كده هنا باقي اهو من الاكل. يعني باين اهوت ان في بنجر كان. يعني الصبح اهم حاجه تفطريهم الصبح بصل وليمون وتوم وخل وحته بنجرايه كده. تضربي كده البنجر مع فصين 3 من التوم، مع بصلايه كده كبيره، مع شويه صغيرين من الخل، وتضربيهم مع بعض كويس جدا جدا في الكبه او تبشريهم بالمبشره، وقلبيهم بقى على الاكل. يا سلام، مش قادره اقول لكم. هنا بقى كانت عندي البهارات خالصة. قلت بقى نجيب بقى شوية بهارات ونوريكم البهارات مع بعض احنا بنحط ايه. تعرفوا حبايبي البهارات اللي انا بحطها. انا بالنهار هنا كنت حاطه كركديه، دلوقتي بقى بالليل هحط لهم مضاد سموم. لان انا بالنهار كنت حاطه كركديه، ما حطيت لهمش النهارده خالص مضاد سموم. هنحط لهم دلوقتي. معايا هنا يا حبايبي ب5 جنيه كمون. كمون بقى عايزه تجيبيه وتطحنيه انت مفيش مشكله، عايزه تجيبيه مطحون مفيش مشكله. وهنا ب5 جنيه كزبره ناشفه. الحاجات دي بقى بتفتح نفس كده الفراخ، وبتفتح الشهيه بتاعتهم، وبترفع المناعه يا حبايبي ولا بقى. وبترفع المناعه جدا جدا يا حبايبي للفراخ. وهنا بقى ب5 جنيه كركم زي ما انتوا شايفين اهوت. وب5 جنيه قرفة. وب5 جنيه قرنفل. امسكيه اطحنيه كده في المطحنة وحطيه عليهم. نقلبهم بقى مع بعض كده اهوت. وبرطمان عندك حطيه. وبالليل كل يوم بالليل تحطي كده معلقة كده حلوة كده كبيرة مع معلقة عسل اسود على العلف، وتقلبيهم على العلف. اهم حاجة تمسكي كده العلف تغلفيه بالعسل الاسود والبهارات، وتفرجي على الفراخ بتاعتك. هتاكل ليل ونهار ومش هتوقف خالص عن الاكل.
وعايزه اقول لكم هتشرب كميه ميه حلوه، والفراخ بتاعتك على 30 يوم هيكون عندك 2 كيلو ونص كمان. دي يا حبايبي البهارات اللي احنا بنحطها. في هنا بقى عندي برطمان هنحطها نفضيها في البرطمان، وحطي منها بقى كل يوم. وعايزه اقول لكم ريحتها طالعه زي العسل. تعالوا بقى نفضي بقى البهارات بتاعت الفراخ دي مع بعض. من كل حاجة كده هتبقى 5 جنيه. هنا بقى يا حبايبي نحط الأكل مع بعض. معايا هنا بقى معلقة عسل أسود، وهنا بقى البهارات. لقيت البرطمان التاني صغير، جبت البرطمان الكبير ده. ومعايا بقى هنا بقى معلقة من البهارات اللي احنا عاملينها لسه مع بعض، ونغلفهم مع بعض كويس جدا. اهم حاجة تغلفي كده العسل كده مع البهارات. بتسقي كده نصف الفراخ بتاعتك كده. يا سلام بقى على الريحه، مش قادره اقول لكم على ريحه العسل مع البهارات. ريحتها كده طالعه زي العسل. نحط لهم الاكل. الفراخ اتلمت كده على الاكل كده زي ما انتم شايفين. ده يا حبايبي مضاد السموم اللي انا بستخدمه للفراخ. ده عايزه اقول لكم حلو مش وحش، جميل جدا. هو ده مضاد السموم. كل يوم بنزل 8 ساعات. قلت لهم هنا حبايبي 6 سنتي كده من مضاد السموم كده في السقايه. نغطيها وننزل لهم الميه. الصبح بقى ان شاء الله نحط لهم الكركديه. بدأ هما دي الفراخ ان هي تشرب. انا ولا بجوعها ولا بعطشها في الصيف يا حبايبي. الاكل والميه قدام منهم ليل ونهار. هي بس ساعتين بجوعهم في نص النهار، مش اكتر من ساعتين. لكن الاكل قدام الفراخ عندي طول النهار. لو جاعوا عندي بيجوعوا ساعتين بس، يعني ممكن نجوعهم من الساعه 12 للساعه 2، ونبدأ بقى من 2 ننزل لهم الاكل. ساعتين بس ان الفراخ بقى تكون جعانه، ونحط لهم الاكل كده يهجموا عليه. وزي ما انتم شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حاجه كده الله اكبر الله اكبر تفتح النفس. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كل حاجه قدام عينيكم اهي. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.